من احلى واجمل الاكلات اللي هتكون موجوده على سفرتك في شهر رمضان الورق عنب بالطريقه بتاعتي دي. تعالي بقى اقولك على سر مزازه الورق عنب وازاي لونه ما يغمقش منك، وانسى اي طريقه بقى عملتي بيها الورق عنب قبل كده. يلا لايك وشير واعملي لي متابعه، واللي مش مشترك في القناه يعمل اشتراك في القناه. يلا عشان اقولك اجمل الورق عنب ده هتعمليه ازاي وتجهزيه ازاي. في حله على النار هنبدا ان احنا نسلقه، نحط فيها ميه مغليه. تبدا الميه بتاعتي تغلي، هحطه زي ما انتم شايفين الحله تكون ضيقه عشان ما يفكش مني وانا بقلبه. اتسلق الورق عنب معايا وجهز كله. هنزل في حله على النار عشان اعمل الصلصه بسرعه. احط البصل واحط الزيت واقلب البصل تحت الشوح بسيط، وهنزل بصلصه الطماطم. الصلصه جهزت معايا واستوت، هنزل بخضره بكميه الخضره بتاعتي اللي انا مقطعاه وللرز. وهنزل بقى ملح وفلفل اسود وبابريكا وبهارات محشي ومعلقه صغيره من الكزبره، وان احنا نلفه مع بعض زي ما انتم شايفين كده. انا ببدا احط اللي عايز يلف على ايده يلف على ايده. اعملي زي ما انت شايفه كده، تحطي كميه رز بكميه تريحك والصباع بالحجم اللي يريحك، وابداي لفيه كده بسيط كده يتجمع معاكي يبقى رول. هكمل الكميه كلها بنفس الطريقه دي كده، مش هيفك منك، اتكي عليه جامد عشان ما يفكش منك. احطه على النار وهنزل بقى بكميه الشوربه بتاعتي الموجوده معايا، واسيبه يغلي على النار غلوه بسيطه. بدا يتشرب، احط عليه بقى السر الفظيع بتاعي، معلقتين اتنين من عصير الليمون. احلى من دبس الرمان، هيديكي مزازه ليه خطيره. هوطي عنه واسيبه يستوي. مش كل شويه اعري الحله بتاعتي عشان خاطر ايه، يظبط معايا ما يغمقش مني. زي ما انتم شايفين كده انا قلبته. البصل بتاعي انا حاطه في الارضيه بتاعته بصل وطرنشات بصل، طرنشات فلفل، طرنشات قوطه طماطم معايا، بتدي لون وبتدي ريحه ليه حلوه قوي قوي قوي، وبتحافظ عليه كمان ما يتحرقش مني. وزي ما انتم شايفين مفيش ولا واحده فيها رزايه فكه، مفيش رز خالص معايا مفكوك، والسوا بتاعه مظبوط. كميه الشوربه بتاعتي بتكون مظبوطه، بتهزي الحله وانت بتحطي الشوربه عشان يظبط معاكي والحله الشوربه توصل لارضيه الحله. زي ما انتم شايفين كده الجمال بقى بتاعه. يلا لايك وشير، والكل يعمل ورق عنب بالطريقه دي، وهيبقى ميزز وطعمه جميل قوي قوي، وهيبقى مميز قوي معاكي.